افضل لاعب افريقي اكيد مش تحسن فيها الكان، لانه تكون بين صلاح وحكيمي، وحكيمي اقرب حاليا خاطر هو عنده الشامبيونز ليج. المنتخبات المغربيه على المستوى السنيه كلها متالقه، فينال جونيور، ربحوا كوب دافريكا دي، فما منظومه كامله، فما سيستم. والمغرب ولات تفيزي معناها يمنه ويسرى، فوتسال، الكره الشاطئيه، الكره النسويه كما يقولوا في المغرب النسائيه، تركيز عليها كبير وباش ينظموا مونديال وكذا. ثم الاستثمار في اولاد المهجر، وهذه القوة اللي ما توفرتش المغرب في الأجيال السابقة أو في الإدارات السابقة لكرة القدم المغربية. فبالتالي أعتقد أن قطار الكرة المغربية لن يتوقف. المغرب فريق متكامل، يعني فريق متكامل، عنده فريقين تقريبا، فريق أساسي وفريق ما نقولش احتياطي، هو فريق أيضا أساسي ليدخل قادرا أنه يعطي الإضافة. الآن الوقت سابق لأوانه، تعرف مازالت فترة صغيرة على الكان، فما إصابات لا قدر الله، فما ميفورم تظهر اللاعبين، فورمة تطلع وفورمة تهبط، ما تنجمش تحكي، لكن الثوابت تاع المنتخب المغربي موجودة، الأساطير موجودة. هو جيل بلغة الأرقام هو الأفضل لأنه عمل له رابع كأس العالم، جيل قد يؤكد أنه الأفضل إذا يحقق الكان، ما غير شك هو باش يبقى أفضل مدرب في تاريخ المغرب كمواطن مغربي، سواء حقق الكان ولا ما حققش، لأنه الكاتريام مونديال باش تشفع له في التاريخ، اسمه مش يتنحى.